السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصائح عند شراب الحرم المكي. أول حاجة هنعملها هنستحضر النية. نستحضر النية والتوجه للحرم راكبا أو ماشيا مش فارقة، مع ذكر الله باستكمال الوقت يعني. ودعاء الذهاب للمسجد. هتدخل من البوابات تاني حاجة هتدخل من البوابات هتلاقي الأمن هيمنعك من دخول بعض البوابات لأسباب كتير، وهتلاقي غلطة من رجال الأمن، وهتلاقي غلط يعني من رجال الأمن عشان تكون عامل حسابك يعني. ممكن لو حد اعتدى عليك منهم أو عليك يعني عشان بيحصل فلان. اتصل برقم 54 125 28 ده من الشمال، ده وزارة الحج والعمرة بمكة، وقدم شكوى في اسم اللي اتجوز معاك. تالت حاجة انت هتقعد جوه هنا وما تشربش مية كتير وما تاكلش، يعني ما تقلش في الأكل، كل على قد إيه. عشان ما تزنقش نفسك في الحمام، خاصة إن مفيش حمامات جوه الحرم كلها بره. ممكن تقعد تلف من نص ساعة عشان تدخل أو عشان تدخل حمام، واحتمال ما تعرفش تدخل تاني غير بعد الصلاة بنص ساعة بقى. رابع حاجة حاول تعرف أرقام البوابات وأسماء المصليات وعلامات اللي حواليك، عشان كل ده هتستخدمه وكل مكان ليه استخدام، خاصة وأنت معاك عيلتك أو صحابك. نصيحة خامسة اقعد في أطول فترة ممكنة في المسجد وخدها بنية الاعتكاف، خاصة لو بتقابل صعوبات في الدخول والخروج من الحرم. بمعنى مثلا إن في ناس بتروح الحرم 3 مرات في اليوم: الفجر ومرة يعني أول مرة الفجر، ومرة تاني مرة بيروحوا الظهر بيقعدوا لحد العصر وبيمشوا، وبعد كده تالت مرة بيروحوا المغرب ومع العشاء، يعني كل شغلتين مع بعض إلا الفجر لوحدها عشان أطول الفجر. في ناس بتروح مرتين، مرة الفجر ومرة الظهر، مرة الفجر بيصلي الفجر ومرة الظهر بياخد الأربع صلوات مع بعض لحد العشاء. وفي ناس بتروح مرة واحدة الفجر يقعدوا من الفجر لحد العشاء، فهم بيقسموها بالطريق عشان الطريق بيبقى بعيد أو عشان بيبقى بعيد ده، وكده كده ده بيت ربنا وأنت بتبقى جاي حاجة عبادة يعني. سادس نصيحة: لو تعبت ريح جسمك شوية أو نام. خلي بالك هتلاقي صعوبة في الوضوء داخل الحرم، مش كل الأماكن فيها أماكن مخصصة للوضوء. فنصيحة من أخ: لما تتوضى في الصندوق اللي جوه الحرم بتاع القمامة أو مكانك، اتوضى بالعقل، أنت مش في ميدك. آخرك نص كوباية توضى، عشان ممنوع أساسا، الأمن هيمنع وعمال الحرم. طبعا مش هتخرج تتوضى بره الحرم، احتمال كبير ما تعرفش تدخل، خاصة مع اقتراب موعد الصلاة. ويستحسن تتوضى مرة مش 3 مرات، مش يعني مش تبل جسمك 3 مرات، خد مرة واحدة عشان ما تبهدلش المكان حواليك، ما تتعبش عمال النظافة وعمال ايه، رغم إن هما أيوة بيقعدوا بيتجوزوا، بس إحنا يعني أنت داخل ما تبوظش الجو. سابع نصيحة: خلي بالك جو السعودية حر، أو حرمين حمد حر جدا جدا، فبدورك هتخفف هدومك، بس وانت داخل الحرم خد معاك جاكيت أو بلوفر، حاجة تقل بيها هدومك، عشان بيشغلوا تكييفات طول اليوم، وفي فروق كبيرة بين درجات الحرارة بره الحرم وجوه الحرم، فهتتعب. وانت داخل برضو أو انت ماشي رايح تصلي في الحرم، قول يعني خد معاك كاب أو حاجة تلبسها على راسك عشان الشمس، أو برضو لو واحدة برضو نفس الموضوع عشان بيبقى الشمس حارقة. تعمل حاجة خلصت صلاة الحمد لله، اخرج بهدوء من المسجد وقول دعاء خروج من المسجد. طبعا في تزاحم وتدافع، امشي بالراحة وما تزقش حد
وخلي ذكر الله على لسانك، وربنا يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماكن شرف نساء. مش فارقة أي واحد منهم.